السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. انا سلمى هلال، وان شاء الله النهارده هنتكلم عن كليه من اكتر الكليات اللي انتوا سالتونا عنها، وعايزاكم الفتره دي تتابعوا جروب التليجرام بشكل كبير، لان ان شاء الله هننزل عليه استطلاع راي يعني نتكلم عن انهي كليه، وانتوا اخترتوا ان احنا نتكلم عن كليه تربيه نوعيه. كنت منزله بوست قبل ده على اليوتيوب، شفت ان اكتر كومنت عليه لايكات هو بتاع الكومنت بتاع كليه تربيه نوعيه. فالنهارده باذن الله هنتكلم على كليه تربيه نوعيه، ايه الاقسام بتاعتها وايه المجالات بتاعت كل قسم، والكليه دي موجوده في انهي جامعات، وكمان هنتكلم عن عدد السنوات بتاعتها وايه الاقسام اللي محتاجه منك اختبار قدرات، وان شاء الله هنتكلم عن كل حاجه. وعايزه اقول لكم ان كمان الكليه دي بتاخد من حاجه و50%، المرحله الثالثه بتاعتها بتاخد من 50%. عايزه كمان اقول لكم ان الموضوع ان انا اطلع اتكلم عن الكليات طلع اصعب كتير جدا 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 من الثانويه العامه. حرفيا انا من امبارح بحضر في الفيديو ده علشان كمان كنت تعبانه جدا، واعتقد صوتي واضح عليه. فلو عجبك الفيديو اعمل لايك علشان يوصل اكبر عدد من الناس. بس كده. اول سؤال معانا، هي كام سنه بندرس الكليه دي؟ بندرس الكليه دي لمده 4 سنين، كليه زي اي كليه. طيب الكليه دي موجوده في انهي جامعات؟ موجوده عندك في جامعه القاهره، وموجوده عندك في جامعه بنها، وموجوده عندك في جامعه اسكندريه، وكمان موجوده عندك كفر الشيخ، وموجوده في جامعه جنوب الوادي، موجوده في جامعه المنصوره، وموجوده كمان في جامعه الفيوم، جامعه المنوفيه، وموجوده في جامعه الزقازيق، موجوده في جامعه طنطا، وموجوده في جامعه اسيوط، وموجوده في جامعه المنيا، وكمان موجوده في جامعه بورسعيد. يعني تقريبا الكليه دي موجوده في كل المحافظات بتاعتنا. تاني حاجه، ايه هي بقى اقسام الكليه دي؟ بصوا يا جماعه، بالنسبه للاقسام انا مش هقولها مره واحده، انا هقول كل قسم وكمان ايه المجالات بتاعته علشان ما تتوهش مني. اول قسم معانا هو قسم اقتصاد منزلي. القسم ده ليه مجالات كتير جدا، ممكن تشتغل مدرس اقتصاد منزلي، والشغلانه دي بتبقى اكتر للبنات، وكمان ممكن تشتغل في مجال التغذيه وعلوم اطعمه، بيكون في مصانع مختلفه زي الاطعمه او الانسجه او الملابس. تاني قسم معانا هو قسم تربيه فنيه. القسم ده حلو جدا 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 للناس اللي بتحب الرسم، والقسم ده بيكون فيه نسيج، وبيكون فيه طباعه، بيكون فيه رسم على الخشب، وبيكون فيه طباعه، وكمان بيكون فيه تصوير. لو انت بتحب الحاجات دي القسم ده هيبقى حلو جدا جدا ليك. ثالث قسم معانا هو قسم تربيه موسيقيه. القسم ده ممكن تشتغل فيه مدرس موسيقى، وده غالبا بيكون في المدارس الخاصه، وده لو انت بتحب العزف على البيانو او اي آلة موسيقيه تانية. رابع قسم معانا، وده من اهم الاقسام، ان انا حرفيا اصلا حماس ان انا اتكلم عن كليه تربيه نوعيه بسبب القسم ده، هو قسم تكنولوجيا التعليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اي حاجه فيها تكنولوجيا فهي الفتره دي مهمه جدا جدا جدا، لان احنا اصلا في عصر التكنولوجيا. وعايز اقول لك ان الاقسام اللي بيبقى فيها تكنولوجيا او اي مجال في الدراسه فيه تكنولوجيا بيبقى افضل حتى من الكليات الطبيه وكليات الهندسه والكلام ده كله، لان احنا دلوقتي في عصر محتاج تكنولوجيا. يعني القسم ده بالظبط كده عامل زي حاسبات ومعلومات. عارفين حاسبات ومعلومات اللي بتاخد حاجه و80 دي؟ القسم ده شبيه جدا جدا ليها. طيب القسم ده هتشتغل منه ايه؟ ليك 3 شغلانات. تمام. اول حاجه ان انت تشتغل مدرس حاسب آلي، مدرس كمبيوتر يعني. ثاني حاجه ان انت ممكن تشتغل منه اخصائي تكنولوجيا. ثالث حاجه وهو ده الاهم، انت ممكن تشتغل في مجال البرمجه او مجال الجرافيك. وطبعا مجال البرمجه ده ليه شغل كتير جدا 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 وليه مستقبل كبير قوي. فانت ان شاء الله لما تطلع من القسم ده هتكون قادر انت تشتغل ال3 حاجات دول. وكمان بجانب القسم ده ممكن تاخد كورسات حتى في البرمجه والبايثون واي سي دي ال والحاجات دي، هتساعدك بشكل كبير جدا جدا جدا، وانا شايف ان ده من اهم الاقسام اصلا. خامس قسم معانا هو قسم العلوم التربويه النفسيه، ده ممكن تشتغل منه مدرس او اخصائي نفسي. سادس قسم معانا، وانا شايف ان ده اهم الاقسام بعد قسم تكنولوجيا المعلومات، هو قسم الاعلام. لو انت حابب تشتغل في مجال الاعلام فانا باذن الله القسم ده هقول لك ايه المجالات اللي ممكن تشتغلها من القسم ده. اول حاجه ممكن تشتغل في مجال الصحافه لو انت بتحب الكتابه او الحاجات دي. ثاني حاجه ممكن تشتغل في مجال الاعلان والدعايه. طيب دي كل الاقسام اللي موجوده عندك في كليه تربيه نوعيه. تعالوا بقى نتكلم ايه الاقسام اللي انت محتاج تعمل ليها اختبار. اول قسم معانا لازم تعمل له اختبار، هو اول قسم معانا لازم تعمل اختبار قدرات، هو قسم تربيه فنيه، وكمان قسم تربيه موسيقيه. لازم تنجح في الاختبار بتاع القدرات. عندنا قسم الاعلام التربوي في حاجه اسمها مقابله شخصيه، لازم تنجح في الاختبار ده علشان تدخل القسم ده. اما عندنا قسم تكنولوجيا التعليم، عشان انتوا كلكم سالتونا على القسم ده، ما فيهوش اي اختبار قدرات، وكمان ما فيهوش عندك حاجه اسمها مقابله شخصيه. كمان في قسم مهم جدا نسيت اقوله لكم عليه معلش، اسمه قسم رياض اطفال. القسم ده تطلع منه مدرس تمام، مدرس اطفال. وعايز اقول لكم برده ان القسم ده بيعادل تربيه طفوليه. القسم ده حلو جدا لو انت بتحب تتعامل مع الاطفال، هتبقى مدرس الاطفال او اخصائي طفوله في مراكز رعايه في المستشفيات والهيئات الحكوميه. ده باختصار شديد على كليه تربيه نوعيه، الاقسام بتاعتها وكمان المجال بتاع كل قسم. هي دي بتاخد من حاجه 50%. كمان لو انت علمي بتاخد مجموعه اقل من علمي. يعني طبعا التنسيق عموما في الكليات من علمي بيختلف عن ادبي. لو انت من علمي هتاخد مجموعه اقل، لو انت من ادبي هتاخد مجموعه على شويتين 3، ولكن هي اصلا ما بتزيدش عن حاجه و50. المرحله الثالثه خدت السنه اللي فاتت 2023 خدت من 50%. فان شاء الله انتظروا باذن الله التنسيق يقل. اكتبوا لي في الكومنت الفيديو الجاي نعمل عن ايه، نعمل عن كليه حاسبات ومعلومات ولا كليه علوم ولا كليه صيدله. اكتبوا لي في الكومنت وانا اختار 3 من الكليات دول وان شاء الله هتكلم عنها. ما تنسوش تتابعوا القناه عشان الفتره الجايه نتكلم عن كليات. يعني في ناس طلبوا مني ان انا اعمل فيديو عن كل كليه، طبعا ده شيء صعب جدا، ولكن بحاول اعمل فيديوهات على اكتر الكليات اللي انتوا بتطلبوها مني. بحبكم جدا جدا، ما تنسوش تعمل لايك علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من اصدقائك. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.